في اليوم 17 من شهر طوبة وفي سنة 1542 للشهداء اللي توافق سنة 1826 ميلاديا، الكنيسة بتفتكر نياحة قديس كبير الأنبا يوساب الأبح أسقف جرجة وأخميم. القصة بتبدأ من زمان قوي، سنة 1735 ميلاديا، في قرية بسيطة اسمها النخيلة في أسيوط. اتولد طفل اسمه يوسف لأبوين مسيحيين بارين زرعوا في قلبه حب ربنا وربوه على التقوى والفضيلة من وهو صغير. يوسف كان مختلف من طفولته وهو عاشق للقراءة، كان بيمسك الكتب المقدسة ويقعد بالساعات يتأمل ويفهم ويتعلم. كبر معاه الشوق لحياة أعمق، حياة الرهبنة، وعند سن 25 سنة ساب الدنيا وراح دير القديس الأنبا أنطونيوس، وهناك لبس الإسكيم وبقي راهب فاضل هادي وديع محب للحياة النسكية، وعلمه كان غزير خصوصا في الأمور اللاهوتية. وفي يوم من الأيام زار البابا يؤنس الثامن عشر الدير وقابل الراهب يوسف الأنطوني، قعدوا يتكلموا كلام طويل، والبابا اكتشف قد ايه الراهب ده عقله راجح وعلمه واسع، فأخذوه معاه للبطريركية وسلموا شوية مسؤوليات إدارية. ويوسف عمل كل حاجة بإتقان وأمانة لدرجة إن قلب البابا ارتاح له جدا. وبعدها سنة 1791 ميلاديا سيمه البابا أسقفا على جرجة وأخميم، وبقى اسمه الأنبا يوساب الأبح. ومن هنا بدأت خدمة عظيمة، كان بيلف على شعب يفتقدهم، يعلمهم، يقوم أخلاقهم، ويزرع فيهم الروح المسيحية الحقيقية. وفي نفس الوقت كان واقف بحكمة وقوة قدام الإرساليات الأجنبية اللي بدأت تدخل الصعيد وقتها، ولكثرة علمه كان البابا يؤنس يعتمد عليه في الرد على رسائل بابا روما بردود لاهوتية عميقة وقوية، وكمان كلفه بجولات تعليمية في أقاليم مصر كلها. الأنبا يوساب ما اكتفاش بالخدمة بالكلام بس، لكن كتب كمان كتب ومقالات كتير ثبت بيها المؤمنين في إيمانهم الأرثوذكسي. ولما تقدم في السن وحس بتعب الشيخوخة رجع تاني للدير اللي خرج منه، دير القديس الأنبا أنطونيوس، وهناك سلم روحه بسلام عن عمره 91 سنة. ولحد النهاردة جسده الطاهر محفوظ كامل في مقصورة داخل الدير، شاهدا على حياة مليانة تعب ومحبة وأمانة. وتسمى بالأبح، يعني من بح في صوته ما كانش قوي أو جهوري، رغم بحة صوته كان تعليمه مؤثر وعلم اللاهوت قوي، ورسائله مكتوبة بعمق وحكمة لدرجة إن البابا نفسه كان يعتمد عليه في الردود اللاهوتية المهمة. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين.